محمد محيي، مدير إدارة التدريب ومدير فرق التدخل أثناء الطوارئ في الهلال الأحمر المصري. فرق التدخل أثناء الطوارئ يمكن تم إنشائها بعد ثورة 25 يناير 2011 لمواكبة الأحداث اللي احنا عاصرناها خلال هذه الفترة. الهدف منها هو إخلاء المصابين من مكان الحدث وإسعافهم والحاجة إلى نقلهم إلى مستشفيات أو جهات طبية. يمكن ده احنا بنعمله مع هيئة الإسعاف المصرية عن طريق السيارات التابعة لهيئة الإسعاف. احنا كوننا حاليا 170 فرقة منتشرة في فروع الهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية. الفرقة الواحدة بتتكون من 5 أفراد هم شباب متطوع في الهلال الأحمر المصري. بندخلهم تدريب بيكون يمكن تدريب مكثف خلال 4 أيام. يمكن بندربهم في موضوعات أهمها الإسعافات الأولية، كيفية اختيار المكان الآمن لأدية عملهم، الانسحاب الآمن، لعمل كفريق. برضو من الموضوعات اللي بنحب نديها اليوم إدارة الجثث، كمان عملية الدعم النفسي للمصابين أو أهالي هؤلاء المصابين. احنا حريصين في تكوين الفرق أن يكون على الأقل في كل فرقة دكتور وإناث في هذه الفرق، طبعا عشان بنراعي العادات والتقاليد. بعد فترة زمنية بينظم الهلال الأحمر المصري دورات تنشيطية لهؤلاء الأعضاء عشان بنعرفهم أحدث طرق لعملية إخلاء المصابين. كمان بنعرفهم بعض الموضوعات اللي ممكن تستجد في الفترة اللي خدوها من التدريب الأساسي لغاية الدورة التنشيطية. الدورات التنشيطية يمكن بتكون على مدار يومين، بيكون أكتر شغلها عملي. بنبدأ نقسم الأعضاء إلى حوالي 6 فرق، كل فرقة بتتكون من 4 أفراد، وبنبدأ نحطهم في محاكاة للعديد من الإصابات. أنا محمد البدوي، مسؤول عن تدريب فرق التدخل أثناء الطوارئ على استخدام اللاسلكي، الاتصال، وإزاي يكون فعال ما بين الفرق في الميدان وما بين غرفة العمليات. إزاي يطلقوا الإشارة، إزاي يتواصلوا ما بينهم وما بين بعض، إزاي يتواصلوا ما بينهم ما بين غرفة العمليات اللي موجودة في المركز العام للهلال الأحمر المصري. منها إيه أنواع الأجهزة اللي بيستعملوها، البدايل بتاعتها، إزاي يعرف نظام تحديد المواقع اللي هو الGPS، الكلمات الإجرائية اللي يقدروا يستعملوها اللي بتأثر الجملة وبتبقى جملة مفهومة ما بينهم وما بين بعض. على جميع الفرق التوجه سريعا إلى مبنى نادي شباب الهلال الأحمر المصري بوجود إصابات هناك. أنا سحر عبد الحكيم، عضوة في فرق التدخل أثناء الطوارئ. دوري إن أنا بعمل ميك اب للشباب المتطوعين. بنحاول إن احنا نعمل الميك اب ده بحيث إن هو يبان كأنهم مصابين حقيقيين، علشان الشباب بتوعنا اللي بيتدربوا علشان يبقوا أعضاء في فرق الطوارئ لما ينزلوا أحداث واقعية يحسوا ان الحاجات اللي هم شايفينها دي مش حاجات اول مرة يشوفوها، فما يبقوش مخضوضين ويقدروا يتعاملوا بحرفية. أنا اسمي محمد حسن، مدرب إسعافات أولية في الهلال الأحمر المصري. دوري في الدورة التنشيطية لفرق التدخل أثناء الطوارئ هي إن إحنا بنتابع المتطوعين وأعضاء فرق التدخل أثناء الطوارئ أثناء شغلهم في المحاكاة والتعامل مع الإصابات، وبعد كده بنبدأ نقعد مع الفرق ونبتدي عملية التقويم والتقييم، إن إحنا نشوف إيه الأخطاء اللي تم عملها ونبتدي نتكلم عنها بشكل صحيح. أنا اسمي أحمد عزت، منسق ومدرب فرق التدخل أثناء الطوارئ. أنا مسؤول في الدورة التنشيطية عن الألعاب التدريبية. الهدف منها إن إحنا كفريق إزاي نتعامل مع بعض، إزاي نقدر نختار قائد يبقى هو المسؤول عن المجموعة، إزاي إحنا كفريق نتعامل مع بعض، إزاي لو في عقبات بنواجهها في أي مهمة إزاي نتغلب عليها. أنا أحمد عبد الله، عضو ومدرب في فرق التدخل أثناء الطوارئ. دوري في الدورة التنشيطية إن إحنا بندرب الناس وبنشوف الإيجابيات والسلبيات في السيناريوهات والأحداث بنعرضهم ليها بناء على التجارب والخبرات اللي قبل كده. غير كده وكده إحنا بنحاول بقدر الإمكان نظهر السلبيات، عشان من السلبيات بنحاول تظهر بعد كده الإيجابيات ونأكد عليها مع المتدربين.
أنا اسمي أحمد عاطف، أنا مدرب فرقة تدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري. موجود النهاردة في التنشيطية عشان أدي محاضرة عن العنف الجنسي، تتكلم عن إزاي نقدر كفريق طوارئ نتعامل مع ضحايا العنف الجنسي اللي بنقابلهم في خلال التجمعات اللي بننزلها. اسمي شيرين عبد العظيم، عضو فرقة تدخل أثناء الطوارئ. دوري في الدورة التنشيطية دي إن أنا بدي محاضرة عن إزاي يعملوا صور لتوثيق الشغل بتاعنا، تكون الصورة المحتوى بتاعها سليم، لوجو الهلال يكون باين، ما يكونش باين وش المصاب، عضو الفريق يكون لابس اليونيفورم كامل، كل الحاجات دي عشان تطلع صورة في الآخر صالحة للاستخدام. أنا دكتور سلمى عبد العزيز، أنا عضو فرق التدخل أثناء الطوارئ للهلال الأحمر المصري، وكمان مدربة لهذه الفرق. في الدورة التنشيطية بدأنا ندخل مواضيع جديدة زي التعامل مع الجسامين وكيفية نقلها، علشان الفرق لما بتقابل في أي أحداث زي ما بتقابل مصابين بتقابل كمان جثث ومتوفين، فكان لازم ندخل الموضوع ده في الدورة التنشيطية للهلال الأحمر المصري لفرق الطوارئ. أنا اسمي دكتورة مروة صقر، أنا مدربة إسعافات أولية في الهلال الأحمر المصري ومدربة لفرقة التدخل أثناء الطوارئ. إحنا بندرب المتطوعين على كذا حاجة. جزء من الأجزاء الأساسية في التدريب هو طريقة نقل المصاب بطريقة آمنة، وإحنا بنتعامل مع الفرق بتاعنا كفرق من المحترفين، علشان كده في كورسات ريفريشمنت أو في كورسات التنشيطية إحنا بنثقل مهاراتهم في نقل المصاب، ده الجزء اللي أنا بدربهم عليه. ازاي بيتعاملوا مع المصاب، سواء ان هم بينقلوا المصاب لخيمه الاسعافات الاوليه او بيعملوا اخلاء سريع للمصابين اثناء الاحداث لو اضطرت الامور لذلك، او لو اضطروا ان هم ينقلوا المصابين او احد المصابين لسيارات الاسعاف او اقرب نقطه من النقط اللي بيكون متمركز فيها سيارات الاسعاف. دكتور امال امام، مدربه فرقه تدخل اثناء الطوارئ بالهلال الاحمر المصري. واحدة من الأشياء المهمة اللي بنحرص عليها أثناء الدورة التنشيطية هي أداء الفريق لمهمته في الميدان. والحقيقة علشان الفريق يقدر يؤدي مهمته بشكل جيد مهم جدا يكون عندهم قدرة جيدة على التعامل كفريق، وأيضا على قيادة نفسهم والتنسيق والتواصل مع الفرق الأخرى الموجودة في الميدان. عشان كده أثناء الدورة التنشيطية بنبقى حريصين جدا إن احنا مش بس نتابع أدائهم للمهمة، ولكن أدائهم مع بعض كفريق، تواصلهم مع بعض كفريق، قدرة القائد على إعطاء الأوامر بشكل جيد، وأيضا قدرته على متابعة المشكلات اللي ممكن تطرأ أثناء أداء المهمة. التوجه إلى نقطة التجمع رقم 1. خلال الدورة التنشيطية احنا كمان بنعمل محاكاة لأحداث كبيرة عشان يتمرنوا على هذه الأحداث مستقبلا لو هم شاركوا في هذه الأحداث. من ضمن هذه المحاكاة مثلا نعمل مباراة لكرة القدم وبيبقى فيه جماهير، وبنشوف الفرق لما بتخش بتوزع نفسها ازاي في الملعب، ازاي قائد الفرق كلها قدر يعمل عملية توزيع للفرق بطريقة صحيحة، ازاي يختار مكان آمن عشان يقدم الإسعافات الأولية، ازاي عرف المخارج عشان لو حصل لا قدر الله أي مخاطر حصلت ازاي يبدأ ينسحب انسحاب آمن، لأن احنا بنبقى حريصين على أمان عضو فرق التدخل أثناء الطوارئ. يمكن من الأحداث التانية بنعملها برضو إذا كان في مظاهرات أحداث عنف، برضو بنشوف فرق التدخل أثناء الطوارئ بتتعامل إزاي، وكمان في أثناء ممكن حفل غنائي كبير. يعني إحنا بنشارك في كل التجمعات كبيرة، إذا كان تجمعات سلمية أو غير سلمية. من خلال الدورات التنشيطية طبعا هم اتعرفوا على الأخطاء اللي بتحصل، بنبدأ نعمل لهم عملية تقويم للي هم عملوه، بحيث الاخطاء اللي عملوها بنقول لهم ايه الصح. فمن خلال السيناريو الكبير دوت يخرجوا من الدوره التنشيطيه قادرين يواجهوا اي حدث يحصل في مصر لا قدر الله، سواء اذا كان في احداث عنف او حتى في وقت سلمي. اسمي نورهان حافظ، عضوة في فريق التدخل أثناء الطوارئ فرع مدينة نصر. شاركت في إحدى الدورات التنشيطية المقامة في المركز العام
عن طريقها قدرت اتعرف على الطرق الحديثه في الاسعافات الاوليه لاصابه الحروق، سواء كانت من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه، من خلالها اني اقدر اشارك في الميدان واقدم الاسعافات الاوليه للمصابين. أنا اسمي هشام خفاجة، عضو فرقة تدخل أثناء الطوارئ محافظة البحر الأحمر. اتعلمنا في الدورة التنشيطية أحدث الطرق لإسعاف الكسور والتعامل مع المصابين بالكسور من خلال الدورة التنشيطية مع فرقة تدخل أثناء الطوارئ.